طبعا في شيء مهم جدا انا اقول لك، في اوروبا هنا في اي دوله العظمى يعني زي هولندا فرنسا المانيا، انت عندك ورق بتاع الدوله من العظمى دي، تختار اي تاني دوله تمشي تنقل الدوله اللي انت يعجبك فيه، تنقل ورقك وكل شيء وتستقر فيه. انا الشيء اللي خلاني نقلت من هناك لهولندا ان عندها ايجابيات كثير بالنسبه لانك داير تكون مستقبل ومرتبات في العمل عاليه. ايوه عاليه من فرنسا. كلامك صح. ده جابني هنا. المرتبات في هولندا نعم اعلى من أعلى كل من الدول نعم المحيطه بنا حاليا. نعم. السلام عليكم ورحمه الله، معكم مصعب حماد صانع محتوى في هولندا. الليله عندنا استضافه مع اخونا الغالي ابو بكر، كان عايش في فرنسا 3 سنين بأوراقه بحاجاته، خلى فرنسا وجا عايش هنا في هولندا، وحاليا جيناه في محل شغله واموره تمام، وفات زار المانيا وزار لوكسمبورغ وزار سويسرا، ما شاء الله يعني لف الاتحاد الاوروبي كله. فعايزين شنو؟ نستفيد منه ونفيدكم. من لوكسمبورغ طبعا طوالي جيت ليه دخلت تاني سويسرا ولكن ما سلمت نفسي طوالي. دخلت بس طلعت منها عبرت لفرنسا دخلت عن طريق بازل. حلو. نعم. بازل الزمن ده خلاص انت قلت شنو؟ تستقر في فرنسا. نعم. طيب اخذت انت اوراق فرنسيه طبعا. نعم. شغال كنت؟ الحمد لله. نظامها كيف هناك فرنسا؟ والله مما تجي كده كجنقاوي. نعم. جديد انت. نعم. اديني المقارنه حقت هولندا. نعم. وفرنسا. نعم. يعني هسه انا داير اخش نعم. في المقارنه. نعم. فرنسا هولندا. نعم. انا بتكلم عن الحياه اللي في هولندا، وانت بتقول لي الحياه اللي في فرنسا. نعم. السلبيات والايجابيات. تمام. تمام. طبعا فرنسا كل شيء عندها فرص كثير. عندها فرص كثير للحصول على الإقامة. اي. عندها طبعا في منظمات في البدايات ما تأثر معك كثير لأنه بتساعد الناس. دي مليانة في فرنسا. في أي مكان منظمات والكبة ذاته قالوا سمحة 300 وما أعرف شنو. لا طبعا لو أنت عندك بيت وكده تاخذ 205 يورو فقط. 200 في الشهر. و5 يورو في الشهر. نعم. ايوه الشهر. ده ما قبل الإقامة. ما قبل الإقامة. وبعد الإقامة بيدوك كم؟ بعد الإقامة هتاخد طبعا في حاجة اسمها كاف بيساعدك. الكاف بيساعدك. هاي. نعم. زي هنا عندنا في هولندا الاوت كيري. نعم. هاي. هناك في حاجة اسمها كاف بتكفل بيك وانت تدفع بيتك وبس. من الأفضل ما تعتمد على دي كلها. ما تعتمد على تشتغل. من الأفضل تشتغل وتعيش حياتك. نعم فعلا. بس يعني عندنا مثلا هنا في هولندا مما تجي انت بتخش الكامب، سامع انه بيقولوا في فرنسا نظام الكامبات ده ما في، بيدوك بيت طوالي. نعم. بندوك بيت قبل الإقامة قبل أي شيء. قبل أي شيء تقعد في البيت، ولكن البيت المؤقت هذه اسمه حاجة اسمه أوفي. الأوفي هو مؤقت طبعا. هو مؤقت. حاجة اسمه أوفي ده هو مسؤول بيت عن لكن بيتك شنو؟ والكبة بتاعك. أيوة يعني هم. نعم. البيت ذاته عبارة عن شنو؟ معك ناس بيكونوا لا في بيت واحد. انت مدينك غرفة. لو انت ما محظوظ يكون معك شخص ثاني تكونوا شخصين في الغرفة، اما لو انت محظوظ تكون شخص واحد. اكثر من شخصين يعني بس في الغرفة واحد او اثنين فقط. ده نظام البيت. والغرفة الثانية بيكونوا عايشين فيها ناس عاديين. نعم. ايوه. لا تمام. نظام الورق كيف؟ نظام الورق فيها فرص كثير. بياخد كم؟ من سنة إلى سنتين طبعا. يعني زي هولندا بالورق الفترة زي هولندا. نعم. فترة الانتظار زي هولندا. بس الفرق انه نحن شنو من 8 شهور. نعم. الى 15 شهر. نعم. يعني سنة ونص دي انت بتكون عارف انك شنو اترفضت يتقبلت في هولندا. نعم. في هنا، لكن في فرنسا بالطول نص سنة كده 6 شهور. في فرنسا طبعا في يعني 80% بقعد ل 8 شهور 9 شهور عشان بتكسر الماء ودبلين كده. ايوه مع كسر ايوه كلها بشيل الماء سنتين. كلها سنتين. وهو بعرف مصيره، يا اخذ ورق يا اخذ رفض
وكده بعرف مسيره. لا 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 كويس والله. طبعا في شيء مهم جدا انا اقول لك، في اوروبا هنا في اي دوله العظمى يعني زي هولندا فرنسا المانيا، انت عندك ورق بتاع الدوله من العظمى دي، تختار اي تاني دوله تمشي تنقل الدوله اللي انت يعجبك فيه، تنقل ورقك وكل شيء وتستقر فيه. انا الشيء اللي خلاني نقلت من هناك لهولندا ان عندها ايجابيات كثير بالنسبه لانك داير تكون مستقبل ومرتبات في العمل عاليه. ايوه عاليه من فرنسا. كلامك صح. ده جابني هنا. المرتبات في هولندا نعم اعلى من أعلى كل من الدول نعم المحيطه بنا حاليا. نعم صح. فعلا. عندك برضو الشغل. نعم. هل بقدر اشتغل ما قبل الاقامه في فرنسا؟ صعب شويه، صعب، اما في صعب جدا لان شنو؟ صعب تشتغل. صعب تشتغل الا تاخذ، يعني انا انتظر السنه ولا السنتين حتى ناخذ الاقامه حتى نقدر اشتغل. نعم. في هولندا لا. في هولندا هنا اول ما تجي انت سجلت تميت 6 شهور بالضبط بتاخذ كرت العمل. بكرت العمل ده بتمشي بتفتش شغل، بتشتغل قانوني بالنظام، وتنتظر بعدين تاني شنو اقامتك وحاجاتك وامورك. بالضبط. ايوه. بالنسبه للتعليم نعم. بعد الاقامه ولا قبل الاقامه؟ تعليم بعد قبل الاقامه في فرنسا، في فرنسا ضعيف جدا، ضعيف جدا. ضعيف يعني. صعب. نظام التعليم ما بين هولندا وفرنسا نفس الشيء. في هولندا هنا شنو؟ عندنا في الكامبات فوق ال 18 سنه بيقوموا بيعملوا لك حصص في الكامبات، في الاسبوع حصتين مثلا، في الاسبوع حصتين تعلم شنو؟ اللغه الهولنديه. حبه حبه لحد ما تستلم الاقامه حتى بتقدر تعرف شنو؟ بتنزل مدرسه وتظبط امورك. اما الاندريج عندنا هنا بينزلوا مباشره المدرسه. ايوه. قلنا شنو ثاني بالنسبه للايوه التعليم. حاجه الوحيده اللي ايجابيه اللي كويسه جدا في فرنسا اي صحتك دي. مستشفيات ومهتمين بصحتك اكثر من كل الدول المحيطه بيه. ايوه. عندك صحه، في صحه مجاني، صحه مجاني وتكلفه كلها مجاني. مهما يكون تكلفه تمشي يعطوك الاشراش دي ملدي، يعني هو بتاخذ بتاع صحي. تمشي تاخذ من اي صيدليه في اي مدينه تاخذ بلاش. ايوه. علاج طبعا تعالج نفسك. لصحه في فرنسا كويس جدا. بس صح. قلت لي يا هود ده عشان القروش هنا حقت العمل في فرنسا ضعيفه. نعم. ده السبب الوحيد اللي خلاك شنو؟ نعم. تتخارج من فرنسا. نعم. وتجي هولندا هنا وتشتغل نعم. وتستغل. نعم. لا تمام. نخش في دولة ثانية. مشيت وين انت؟ المانيا. المانيا. نعم. نخش في المقارنات ما بين المانيا وهولندا.